الجمال جذور ضاربة في عمق الأزمنة، ارتوت من حضارات إنسانية متعددة. أنين الناي يهز ليل الخيمة البدوية، وصهيل الخيل يعمر فضاءات الأرياف. مدن تحفظ التاريخ وتحتفظ في أزقتها بحكاياها. أنهر جارية كجراح متلألئة على الخارطة، وأشجار لا تحصى أنواع ثمارها. جبال تغتسل على حوافي الأبحر، وصحراء يتيه فيها المدى لا يفك طلاسمها إلا الرجل الأزرق. الجوال أينما امتدت به الخطى على خارطة الجزائر يستكشف الجوانب المظلمة من التاريخ، ويستنطق الشواهد التي أعياها الصمت. يبصر الجزائر بعيون سائرة. مرحبا بكم. البحر، الثلج، الصحراء، ثلاثية متميزة ونعمة الله علينا يستوجب استغلالها والتمتع بها لنفك أسرارها من جهة ونكشف أغوارها من جهة أخرى. من هذا المنطلق جاءت فكرة بلسم جزائر الجمال، لنصول ونجول عبر مناطق الجزائر الأشم لنكتشف موزاييك وفسيفساء شاركت في نحت معالمها حضارات مرت من هنا. ها نحن نحط الرحال بمدينة تنام على أسرار وحكايا الماضي العميق. تاريخ ممتد ورونق لا يضاهيه جمال. رب سائل يتساءل: من تكون هذه العذراء؟ من أجل ذلك سنربط اتصالا برئيس بلدية بريزينا. سيدي، اختلفت الآراء والأحاديث حول تسمية بريزينا، فهل لكم أن تنورونا بمعلومات عن اشتقاق أصل التسمية؟ نعم، الأخ بالقاسم يقول الأوائل بأن الكلمة مشتقة من البر الزين، ومن خلال تكرار الكلمة بر الزين أصبحت بطول الاستعمال بريزينا. البرزين يعني كان مكان خصب سياحي رعوي، هذا اللي يجعلها برزين. شكرا لكم سيدي. البرزين اسم على مسمى، فهي إذن لوحة تحمل كل ألوان الجمال. ندعوكم لمتابعتها. على بعد 85 كيلومتر من ولاية البيض في الجنوب الغربي للجزائر تنام أسرار وحكايا تنتظر من يوقظها لتتوهج بريزينا الجوهرة وتنير جانبا من حياة الكوكب منذ ملايين السنين. على سفوح جبال الأطلس الصحراوي تطل بريزينا على بوابة نلج بها الصحراء الجزائرية. تتربع بريزينا على مساحة 17,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل ربع مساحة الولاية. تأسست سنة 62,900 وألف ضمن بلديات ولاية بشار، ثم سعيدة فولاية البيض، تحدها جنوبا ولاية أضرار، وشرقا ولاية غرداية والأغواط، وغربا بلدية الأبيض سيدي الشيخ التابعة لولاية البيض.
يبلغ عدد سكانها 18 ألف نسمة، يعتمدون أغلبهم على قطاعي الفلاحة والرعي. يؤهلها طريق متليل بريزينا لأن تكون همزة وصل بين الشمال والجنوب. على هذه الأرض الطيبة تتنوع المشاهد لتشد عين الناظر منذ عصور خلت. خطى الديناصور، أسرار وحكايا. مغارات منطقة المليح والغليظة، بصمات لمن يقرأ أعماق التاريخ. قلعة الأميرة بنت الخص ومجابهتها وتصديها لغزوات الملك الأسود. سد لروي الكبير، إنجاز حديث وامتداد الماضي الأصيل. قوافل الإبل، قطعان الغنم والماعز، طائر الحبار، الغزلان، ثروة حيوانية متنوعة تؤمن مصدر رزق بريزينا. عادات وتقاليد، ميراث السنين بين أسلاف الماضي وأحفاد الحاضر. هؤلاء يصارعون الصحراء بتلقائية وبساطة، وارتباطهم بالأرض والماشية ارتباط الجذور بالتراب. في هذا المجال سيدي، ما هي مساعي البلدية للنهوض بهذا القطاع الحساس؟ في ميدان الرعي، في ميدان الفلاحة، استفاد فلاحو بلدية بريزينا من دعم الدولة في هذا المجال، والآن المستثمرات ما شاء الله بالبلدية، وتبقى دائما ناقصة إذا ما قورنت بالمساحات الشاسعة والخصبة التي نتمنى من المستثمرين سواء من الولاية أو من الوطن بالاتصال بمصالح البلدية والاستثمار في هذا المجال. بريزينا جوهرة بين الرمل والتل، مسكونة بحياة بسيطة تقوم على الرعي والفلاحة، وإنسانها الطيب يعشق شمسها الساطعة ويستنشق نسيمها العطر، ويمارس طقوسه الحياتية بحب دافق. واحات نخيلها المترامية الأطراف شكلت عبر الأزمنة فسيفساء المكان. إنها متحف طبيعي مفتوح بمنظور جمالي للبيئة، خضرة وظلال على امتداد البصر، معزوفة بيئية خالصة زرعها الإنسان البريزيني على أرضه. هنا تجتمع كل أطباق ما ذاق وطاب، سلال العنب، التين والرمان، التمر العسلي باختلاف أنواعه، فضلا عن حصائد القمح والشعير. هي لوحة لطبيعة صامتة. وهذا السد المائي الذي أسهم في ازدهار واحات النخيل وفي استقرار المنطقة كان له الفضل الكبير في ربط الإنسان البريزيني بأرضه وتمسكه بجذوره. قد شاع أن لا دخان بدون نار، ويشاع في بريزينا أن لا حديث عن الفلاحة دون التطرق إلى الرعي، فالرباط الأزلي للعربي المسلم لا يزال قائما بين ثلاثية لا يمكن فصلها: الأرض، الإنسان وماشيته. آثار الديناصور، قلعة الأميرة بنت الخص
ومغارات إنسان ما قبل التاريخ ومعالم أخرى تستهوي من دون شك من يعشق السياحة ويهوى الفضول. كل المقاييس إذن والمعايير تؤهل بريزينا بأن تكون قطبا سياحيا متميزا. فما هي السيد رئيس البلدية مساعي بلديتكم للنهوض بهذا القطاع؟ نعم الأخ بالقاسم، بلدية بريزينا تعتبر جوهرة في الميدان السياحي إذا ما قورنت بالأماكن الأخرى على المستوى الوطني. نشوف بلي عندنا مساحات يعني أماكن سياحية ما شاء الله. نذكر منها واحة النخيل، نذكر منها ضواحي سد بريزينا اللي فيه أماكن سياحية لا بأس بها. كاين كذلك في الميدان الأثري أماكن أثرية، منها بترخص، نذكر منها بترخص، قصر بترخص اللي راها رمتها مديرية الثقافة. كذلك عندنا رسومات حجرية قديمة موجودة بالبلدية. كذلك مؤخرا اكتشفنا كذلك آثار ديناصور، وجاو اتصلنا بمدير الثقافة اللي بعثت وفد من جامعة وهران اللي راهم زاروا المكان وصنفوه يعني تراث عالمي. من بوابة الصحراء الجزائرية مرورا بمشاهد الطبيعة الخلابة ترسم لوحة أخرى لعذراء امتلكت بكل عنفوان ورأفة قوافل الإبل والغزلان وأسراب طيور الحبار البديع، فنحتت معالمها بكل دقة وعفوية يعجز على إعادة نحتها فنان. الجور تحفة ملقاة بين أمواج من رمال. هنا للتاريخ حكاية أخرى موشومة في الذاكرة لبعض الآثار المتطاولة على الزمن، مثل هذه الشواهد العمرانية القديمة التي تروي بعضا من تاريخ المنطقة. برج الأميرة بنت الخص التي حاصرها الملك الأسود لما يزال قائما يحكي في عناد عن بطولات وملاحم صنعتها امرأة حكيمة اسمها الأميرة بنت الخص. حسب ما شاع من حكايا واعتمادا على الرواية الشفوية، فإن الأميرة بنت الخص عندما أراد الملك الأسود السيطرة عليها لجأت إلى أعالي هذه القلعة لتتحصن بها خوفا من الملك وجيوشه. طاردها الملك وخندق في أسفل القلعة طالبا الأمير بالاستسلام. مكث الملك أياما يتربص الأميرة ينتظر نفوذ الماء، لكن الأميرة كانت أكثر دهاء وحكمة. قامت بغسل صوف الغنم ونشره بكمية الماء القليلة التي بقيت معها لتشعر الملك الأسود بأنها تملك من الماء ما يكفي لشهور عديدة. عندها تراجع الملك الأسود على مجابهته للأميرة وعاد من حيث أتى.
من هنا مرت شعوب وحضارات وقعت على الأرض بصماتها وأودعت في التاريخ أساطير ثم مرت. خطى الديناصور، هذه الآثار البليغة تكشف أن حياة آهلة كانت هنا لمخلوقات انقرضت وتركت بصماتها لمن يقرأ أعماق التاريخ. هذه الصخور أصرت أن تحتفظ بالأسرار إلى زمن قد يجيء ليبوح بحكاياها وتروي قصة الكوكب والإنسان. في المرداس يدرك بيا خلاص غير روحانية في كل ليلة نزيد عندي عرس جديد في كل نهار عيد عندي سهوية عصاها للطيل كنا في تاويل كي نوار العطيشة والنقضية ما شفنا من ذلك كظل لباس تقليدي. التقاليد البريزينية تغرق بين المجتمع الرجالي والمجتمع النسائي وتحتفظ لكل منهما بعناصره الحيوية ومميزاته البدوية المحلية. في هذه الخيمة تعبق رائحة الأصالة وتجول في فضائها أطياف الماضي العميق بكلمات بسيطة وإيقاع خفيف وبطريقتهن المتوارثة يعبرن عن دفء الأحاسيس الفاضلة بهذا اللون الغنائي الذي يحيا كلما اجتمعنا تحت خيمتهن البدوية. اليد هذه واليد هذه يعطينا هذا الرمز، يعطينا ان الرجل والمرأة عندما تتزوج المرأة بالرجل يشبكها بالبريم هذا. قلت لها ما زال لي عنك غيره وعزك ماني رخصة والله محال، واصدقائي اعزاز عني بالكثرة في المحافل يمثلوك احسن مثال، وتغنى بكل شاعر في القصرى من البويرة لتندو في العين زال، امثال رحاب الحبيب ونورا وخليفي والحاج عيسى بن علال بن كري ومعسمتي وعمارة وبن قيطون وبن طريبة ماذا قال، ومحمد بالخير من قبل الهجرة يا ماذا غنى عليك وصار رجال، ومدحوك الشجعان كيما شنفارة المتنبي في قصيد له شحال، وعمر بن كلثوم قيس وعنترة ويا ماذا غنى عنك الأطلال. رقصة العلاوي هي رمز للرجولة البدوية وشاهد على اعتزاز البريزيني بانتمائه إلى هذه المنطقة التي تسير منذ مليون عمر مضى. وتبقى بريزينا على خطى الديناصور سائرة متمسكة بجذورها ومحافظة على طابعها البدوي. بريزينا التاريخ، الواحات، الخيمة البدوية، البنادق، الأزقة المطربة، الوجوه الصامدة في عين الأعاصير. بريزينا جوهرة الرمل والتل تنتظر من يوقظها من حلمها البدوي. جميلة هي العادات والأجمل هو الحفاظ عليها. وللنهوض بهذا القطاع وبقطاعات أخرى يحدثنا رئيس البلدية عن السياسة التنموية لدعم عجلة الاستثمار في بلديته. احنا ان شاء الله نعلقوا امال كبيره على طريق مثليلي بريزينا اللي ان شاء الله يفك العزله عن البلديه،
وتكون البلدية إن شاء الله تاعنا كهمزة وصل بين الجنوب والشمال. وندعو جميع المستثمرين سواء في الميدان الصناعة أو ميدان الفلاحة خاصة الاتصال بالبلدية، وإن شاء الله يجدوا منا كل التسهيلات. يعني احنا رانا ندعو جميع المستثمرين سواء في الميدان الفلاحي أو السياحي إن شاء الله باش يزورونا ويجدوا كل التسهيلات لدى البلدية. نشكركم السيد بوشارب محمد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بريزينة، وقد كنتم ضيوفا أخفاء على برنامجنا. نقدم لكم تحياتنا الخاصة وتحيات طاقم جزائر الجمال. شكرا. على جزائر الجمال التقينا وعليها نفترق ونعود. إلى لقاء قريب، سلام الله عليكم. غير هنا ونديروا القلب، الجزائر شابة تعجب من الشرق حتى للغرب. زيد الصحراء تاني